ايه الأكلة اللي بتعملها أم أحمد أفضل من الحاج؟ كفتة. بس تعليم امي. اه ماشي. بس هي تفوقت على امي، لان امي كانت بتعمل مثلا الكفتة دي ب5 كيلو لحم. كفتة المشوية ولا لا لا، الرز كفتة الرز اللي انا اللي هي بحبها. بالبطاطس؟ فكان طبعا عشان احنا عددنا كبير فكانت بتتعمل. مش بتعملها مرة ولا اتنين، انت بتعملها تاخد منها بقى طول الشهر. مم. كل شوية يعني مثلا كل يومين ثلاثة تعمل حلة كفتة كده يعني. فطبعا ان هي بنت اخوها، فكانت بتقعد معاهم بقى لما كانوا بيعملوا الكفتة والكلام. فهي لقطتها منها، بس هي بقت تعمل اضافات بقى. الاضافات بقى اللي هي الكربونات ديت مش عارف ما ايه. تقلل الرز مع تزود اللحمه. طبعا انا وهي بس او أيوة. الولاد. وعندنا كل ولادي بيحبوها، بالذات بعد ما تتعمل وتتقلي، مش مم. تطبخ. أيوة. تتقلي كله ممكن ناكل فهي تفوقت عليها بسبب الاضافات اللي هي عملتها. هنجيلك كلنا وناكل طب كفتة من تتنور عندها مش في الإيد. كأنك بتاكل جمبري.